تعالي هقولك على فكرة جميلة جدا جدا هتعمليها. لو عندك الحجارة بتاعة الرمود، سواء رمود التكييف او الرمود بتاعة التلفزيون خلاص فضيت، هتعملي ايه؟ شايفة الحتة اللي في المقص دي؟ هنستغلها صح، هنحط فيها الحجر بتاع الرمود بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نضغط عليها ضغطة خفيفة كده كأننا ضغطنا على الرمود، وهيبدأ يشتغل معانا بمنتهى السهولة. هناخد الحجر التاني وهنعمله بنفس الطريقة في الحتة اللي في المقص دي. كده احنا استفدنا وعرفنا الحتة في المقص دي بتعمل ايه. ممكن نستعملها في حاجات كتير جدا لو احنا حابين. نروح للفكرة رقم 2. بكرة الاسترتش دايما ما بيعرفش اولها من اخرها. هنعمل ايه؟ كل اللي علينا ان احنا هنبل ايدنا مية. بل ايدنا بمية بلة خفيفة جدا، وهنبدأ ان احنا نلفها حوالين البكرة بالشكل ده. احنا هنعرف اول البكرة من اخرها بمنتهى السهولة. ولو بكرة الاسترتش بتاعتك بتلزق وبتسيح وما بتعرفيش ان انت تقطعي منها حتة على بعضها، حطيها في التلاجة شوية، هترجع كأنها لسه جديدة وهتكر منها بمنتهى السهولة. الفكرة اللي بعدها عندنا، عايزين نحط حاجة نعطر بيها الهدوم بتاعة الصيف المتخزنة، الهدوم بتاعة الشتاء. كل ما علينا هنجيب اي برفان عندنا تكون ريحته حلوة وقوية، وهنجيب مشبك زي ده. زمان وايام زمان لو تفتكروا، كانوا بتوع زمان بيحطوا في الهدوم الجديدة اللي متشالة، او في الهدوم مثلا بتاعة الصيف او بتاعة الشتاء لما تكون مركونة، بيحطوا صابونة بريحة بحيث ان الهدوم ريحتها ما تغيرش وتفضل ريحتها حلوة. احنا بقى هنحط المشبك ده بريحة البرفان، هتفضل الهدوم بتاعتنا ريحتها جميلة جدا جدا من السنة للسنة، او من الفصل للفصل، ما بين الشتاء وما بين الصيف. لو وصلتوا معايا لحد هنا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنروح للفكرة الأخيرة. دايما عندنا البخاخة أحيانا بتبوظ، يمكن تتشرخ معانا، هتفضل الراس بتاعتها اللي بنبخ بيها هي دي كل اللي احنا محتاجينها من البخاخة. هنستغلها ازاي وهنستعملها ازاي؟ هنجيب اي ازازة صغيرة تكون على قد البخاخة، وهنبدأ ان احنا نشيل الراس بتاعة البخاخة المكسورة. طبعا لو البخاخة مكسورة، لكن لو سليمة زي دي لا، استعمليها عادي. وهنبدأ ان احنا نربطها، هتتربط معانا بمنتهى السهولة، وهنستعملها عادي جدا كأنها بخاخة عادية. أتمنى الأفكار بتاعتي تكون عجبتكم. قولولي في التعليقات أنهي فكرة عجبتكم وأنهي فكرة